هنا بقى بيورينا من المنظر كده من فوق، من ارتفاع المعبد. بصوا المنظر كده جايب بالشكل الجميل ده. الفيديو ده صغير كده وقصير، بس جايب لنا منظر حلو قوي ما شاء الله. يعني بيورينا الطبيعة بتاعت سيوة كده من ارتفاع عالي من ناحية المعبد، وشايفين ما شاء الله الأشجار والنخيل المعروفة بيها جدا سيوة. يا رب فيديوهات السياحية بتاعت سيوة كده والأماكن السياحية اللي بنعرضها لكم تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ده معبد تتويج الإسكندر الأكبر. بصوا المنظر ما شاء الله، الارتفاع ما شاء الله جميل جدا للمعبد. بصوا منظر النخيل من تحت والأشجار الزيتون، بجد حاجة تفرح، حاجة جميلة يعني. شايفين ما شاء الله إقبال الناس على السياحة في التوقيت ده. هنا بقى هندخل نشوف الملاحات. الجزئية دي الملاحات بعد المعبد اللي هو بتاع تتويج الإسكندر، في قرية اسمها أغرمي. دي الملاحات الموجودة هناك. دي مش البحيرات بتاعة الملح، لا دي الملاحات اللي موجودة في أغرمي بعد المعبد بتاع تتويج الإسكندر. هو برضه راح وصورها لنا، وإن شاء الله يكون لي زيارة برضه آه اسمها ايه دي، البحيرات بتاعة الملح. إن شاء الله بإذن الله مش هيحاول يأثر معاكم بإذن الله، إن هو يفرجكم على كل حاجة موجودة هناك إن شاء الله. بصوا منظر الملاحات، سبحان الله. تشجيع كده اللي تعبوا معانا، وربنا يا رب يجزيه خير عننا إن شاء الله. الفيديو بتاعنا صغنون بس ما شاء الله، يعني انبسطنا ان احنا كنا موجودين معاكم، وشرفنا وجودكم معانا في القناة. ويا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم بإذن الله تعالى وبتنول إعجابكم. ما تنسوش بالله عليكم اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ودعوة حلوة منكم كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، فيديو صغنن بس جميل، يعني هيوريكم منظر حلو إن شاء الله كده ينول إعجابكم بإذن الله. منظر لطبيعة سيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.